انا مقدر حبك للقعده على الشط بتاعك في الساحل القديم، قاعد هناك ملك باشا مصر، الناس كلها عارفاه، لا كيو ار ولا قصص كتير. بس انا عارف ان الاولاد بيزنوا على شاليه في الساحل الشرير. كنت طلبت منكم تكتبوا لنا في الكومنتات او تبعتوا لنا انتوا عاوزيننا نتكلم على ايه في الساحل، بما ان الصيف داخل علينا. جالي اسئله كتير، بس خليني اجاوب على السؤال الاقرب لقلبي واللي جالي من استاذ حكيم عن المكان المحبب الى قلبي والمهدور حقه، الساحل القديم. الساحل القديم بيبدا من كيلو 21 لحد الكيلو 95 على طول طريق الساحل. يعني ببساطه بيبتدي من اول العجمي وبرج العرب وبينتهي عند مارين. حلاوه الساحل القديم انه يعتبر امتداد طبيعي لاسكندريه، ولكن بشكل منظم اكتر وفيه خصوصيه اكتر وبعيد عن الزحمه. اسعاره وخدماته طبيعيه زي اي مصيف واي مكان تقدر تروح. مفيش ازازه الميه ب 200 جنيه دي، ولانه امتداد لاسكندريه زي ما قلنا تقدر هناك تمارس حياتك بشكل طبيعي من غير مبالغات. نركب عجل وناكل ترمس ونقعد على البحر نسمع مزيكا وننزل البحر باي مايو وباي شكل من غير ما يتبص لنا بصه الفروق الاجتماعيه اللي معروف انك بتواجهها في الساحل. وده ما يمنعش ان هناك في كرة راقيه جدا وفيها بشوات مصر حرفيا زي الدبلوماسيين وفيرجينيا بيتش وكازابيانكا وغيرها كتير. لحد دلوقتي الكلام فل الفل، لكن يا خساره الحلو ما بيكملش. بحر الساحل القديم عالي شويتين عشان ما فيش مصدات طبيعيه تهدي من قوه الموج، وبالتالي مش امن بشكل كامل على الاطفال بالذات. والكلام ده عن تجربه، على الرغم ان اغلب الشواطئ هناك رمليه ما فيهاش صخور. انا يا عم بنفسي كنت هغرق في العجمي. كمان زي ما في قرى سياحيه هناك محافظه على نفسها والكوميونتي بتاعها، في قرى تانية انهارت حرفيا، خدمات مفيش او حتى بلا جوده، ومباني الملح كالوجهتها، ومدينه اشباح حرفيا. وده موجود كتير هناك بشكل اثر حتى على القرى السياحيه اللي لسه محافظه على نفسها. اما على مستوى الاستثمار فالساحل القديم بحسبه نسبه التضخم والعرض والطلب فهو ضعيف بشكل كبير مقارنه بالساحل الجديد، سواء على مستوى الايجار او البيع والشراء. كمان الطلب يعتبر ضعيف نسبيا مقارنه بالساحل الجديد. بس انا عارف ان الاولاد بيزنوا على شاليه في الساحل الشرير وعايزين دايما يروحوا هناك ينزلوا البحر ويستخدموا الخدمات والنايت لايف في الساحل الجديد، وهو ده الترند اللي هيكمل معانا لسنين. عشان كده مش بنصح باي استثمارات في الساحل القديم. نشتري هناك لو عايزين نستخدم البيت ونعيش تجربه الساحل الطيب. هناك لسه في مشروعات بسيطه بتطرح بدايه من كيلو 50 لحد كيلو 90 باسعار تبتدي معاك من 5 مليون واقساط حتى 8 سنوات. ولو عايز استشارتي في الساحل عموما او عندك اي اسئله خاصه بالساحل اكتب لي في الكومنتس او ابعت لي وانا هرد عليك. مصطفى سمير، ريل استيت ايجنت.